إلى بوجدور وتفعيلا لمقتضيات القانون 50/17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية وتنزيلا لبرنامج عملها السنوي، نظمت المديرية الإقليمية للصناعة التقليدية لقاء تواصليا لفائدة الحرفيين والصناع والصانعات التقليديات لشرح مضامين بعض المواد من القانون. بريغنا عروسي، محمد شارع. لقاء تواصلي في إطار سلسلة من اللقاءات ينظم هنا ببوجور مع الصناع التقليديين والحرفيين المحليين لشرح مضامين المادة 14 من القانون 50/17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية من أجل تأسيس الهيئات الحرفية الإقليمية المتعلقة بأنشطة الصناعة التقليدية عبر تسليط الضوء على المهام المنوطة بهذه الهيئات جنبا لتعميق معارفهم القانونية. هنا ركزت مداخلات المجتمعين على تفعيل القانون بشكل بسيط وسليم وتوضيح مقتضياته بطريقة منهجية وعملية. كان هذا اللقاء يهدف أساسا التواصل مع الحرفيين والحرفيات والصناع والصانعات من أجل توضيح هذا القانون، خاصة المادة 14 من القانون، واللي يحث على تأسيس الهيئات الحرفية والأدوار التي تقوم بها والمهام المنوطة بها من أجل تأطير وتنظيم أنشطة الصناعة التقليدية على مستوى الإقليم. نشكر المديرية الإقليمية للصناعة التقليدية على هذا اللقاء التواصلي اللي يشرح كيف تأسيس الهيئات الحرفية. كل حرفة على شيء تأسس الهيئة ديالها باش نعرفوا شنو هما الحرف اللي عندنا، باش يعود عندنا واحد حتى في السجل الوطني. كان عندنا لقاء تواصلي حول قانون 50/17 متعلق بتنظيم أنشطة الصناعة التقليدية، وراها الحمد لله مجموعة جميع الحرفيين ويستفيدوا فيها جميع القطاعات. هذا وتسعى المديرية الإقليمية للصناعة التقليدية من خلال تنظيمها لمثل هذه اللقاءات إلى النهوض بحقوق الصانع التقليدي وحمايتها وتتبع مدى إعمالها في مجال تنمية الصناعة التقليدية.